منذ حوالي 2000 سنة وبالتحديد في عصر الأساطير، كان هناك رجل شرير استطاع أن يقضي على البشرية كلها، وكل الكائنات كانوا يخافون منها. كان يعتبر ملك الشياطين، وكان هذا الرجل ظالما ومستبدا إلى أقصى حد. في المدينة كان هناك نظام تعليمي خاص بتدريب سلالة المؤسس، ومنها يخرج ملك الشياطين الاستبدادي. وبعد مرور 1000 سنة منذ القضاء على آخر مؤسس، يقال أن المؤسس الجديد سيظهر هذا العام. يشاهد ميشا ويتذهب أول يوم لها في المدرسة التي سيتخرج منها ملوك الشياطين. يشجع والدها لتستعد وتبذل أقصى جهدها في المدرسة. تصطدم مجموعة من الشباب ويسقط منها خطاب مكتوب، ولكن فجأة ينحي أنوس ويلتقط الخطاب ويعيده لها. فقد كان أهل أنوس أيضا في ترقب المدرسة لتشجيعها. قال أنوس لميشا أنهم يعانون تقريبا من نفس المشكلة، إذ أن أهلهم يرافقونهم. وعند بوابة المدرسة يقابلهم طالب جديد يدعى زيبس، وهو من نبلاء المدرسة. وقد تقدم للمدرسة وحاول زيبس مضايقة ميشا وأنوس قائلا إن المدرسة تحولت إلى حضانة أطفال، لكن أنوس لم يهتم بكلامه ولم يرد عليه. فقد دخل المدرسة استشاط زيبس غضبا وقال لأنوس كيف تجرؤ على التجاهل وأنا أتكلم معك، ثم هدده بحرقها باستخدام قوة النار التي لديها. أشعل زيبس نارا في يده، ولكن أنوس لم يخف منه وأطفأ النار بسهولة. ازداد غضبا زيبس وقال لها كيف تجرؤ على إطفاء النار، لكن أنوس استهزأ به قائلا هذه ليست نارا بل مجرد عود كبريت، ثم ألقى عليه بتعويذ جعلته يسقط على الأرض، مما أظهر قوة أنوس الكبيرة. ومع ذلك هدده زيبس قائلا بأنه من النبلاء ومن عائلة إندو. بعد ذلك نرى مدير المدرسة وهوبوما يعطي التعليمات للطلاب الجدد. يدخل أنوس إلى الغرفة وتقول له البومة ستبدأ أول اختبارات القبول، والتي ستكون تحديات مباشرة بين المتقدمين في السحر والكفاءة. يمكنك استخدام أي أدوات ترغب فيها. يدخل أنوس بعد ذلك إلى ساحة المعركة ليتفاجأ بأن خصمه هو زيبس الذي يرتدي هذه المرة بدلة حديدية سحرية. يبدأ الاثنان بتهديد بعضهم البعض. يحاول أنوس استخدام نفس التعويذ السحرية التي استخدمها ضده في الخارج، لكنها لا تعمل هذه المرة لأن البدلة السحرية تحمي زيبس ولا تؤثر فيها. تقول لهم البومة من سيتراجع أو لا يستطيع إكمال التحدي سيكون هو الخاسر ولن يقبل في المدرسة. يبدأ الامتحان ويستخرج زيبس سيفا ناريا ويقول أنه سيف أثري ورثه من عائلة إندو، لكن أنوس لا يخاف عندما يهاجمه زيبس. يستطيع أنوس إطفاء نار السيف بسهولة. يتحدى أنوس زيبس قائلا إنه سيربط نفسه ولن يتحرك خطوة واحدة ولن يستخدم أي سحر أو يحرق شيئا في جسمه، ومع ذلك سيتمكن من هزيمته بسهولة. يسخر زيبس منه قائلا أنت خائفا من مواجهتي لذا تختلق أعذارا كاذبة. وفجأة يجد زيبس نفسه مجروحا والدم ينزف من جسده، ومع كل دقة من قلب أنوس تزداد جروحه ويشتد الألم على زيبس كأنه يتعرض للضرب، لكنه يرفض الاستسلام ويقول لأنوس حاول أن تجعلني أستسلم بطرق أخرى دون استخدام سحر الإكراه. يقترب أنوس منه ويضع يده على رأسه قائلا موافق سأجعلك تستسلم دون استخدام سحر الإكراه، إذا لم أتمكن من جعلك تستسلم فأنت الفائز. يفزه زيبس ويقول لها لن أستسلم إلا إذا مت. بسهولة يطرق أنوس إصبعه وينهي المعركة بسرعة، وفجأة يستخدم أنوس سحرا آخر ويقوم بتعويض شفاء تعيد زيبس إلى حالته الأصلية دون أي خدش. ثم ذلك يعاند زيبس ويقول له أنا نبيل وأقوى منك. بسهولة يطرق أنوس إصبعه لحد ما يستسلم زيبس وتنتهي المعركة إلى صالح أنوس. بعد ذلك ينضم أنوس إلى باقي الطلاب المقبولين في المدرسة، ويقوم الطلاب باختبار قوتهم بوضع أيديهم على بلورة كبيرة تضيء بحسب قوتهم. وعندما يأتي دور أنوس لاختبار قوتها لم تتحمل البلورة مقدار قوته وتنصهر بالشاه بقوته وتقول له إنها لم ترى شيئا كهذا من قبل، وتضيف أن قوتها تسمح لها فقط بتغيير لون عيناها. ويبدأ الاختبار الثاني، اختبار قوتهم مقارنة بملك الشيطان التيراني، وهو يدخلون في دوام سحرية عبارة عن أسئلة. السؤال الأول يقول له أغلب الناس تنرعب بمجرد نطق اسم المؤسس، لكنه نطق اسم أنوس بثبات. ينفذون الأسئلة على كل الطلبة، لكن كل الأسئلة تكون سهلة جدا بالنسبة إلى أنوس. في اليوم التالي يخرج أنوس من المدرسة ويلتقي مع ميشا التي كانت تنتظره، ويدعوها للذهاب معه للمنزل يحتفلوا مع بعض. يخبرها بأن والدته ستكون عملت له وليمة بهذه المناسبة، وطبعا هي توافق وتذهب معه لمنزل عائلته. وفور أن دخل تستقبل والدته وتكون سعيدة جدا وتقول له أنا لا أصدق أنك استطعت أن تنجح في الاختبارات. تقول له أنا سعيدة جدا أنك كبرت بسرعة، استطعت أن تذهب إلى المدرسة في أول شهر من عمرك. بعدها تسأله عن ميشا ويعرفهم على بعض، والأم تكون سعيدة جدا لأن في نظرها أن يتزوج أنوس قريبا. فيعتذر أنوس لميشا ويخبر أن والدته في بعض الأوقات تتخيل أشياء خارجة عن النطاق. بعد ذلك يأتي والد أنوس وبيكون فرحان جدا هو الآخر، وينتقل المشهد إلى مائدة العشاء ونراهم يتناولون العشاء. وبعدها أم أنوس تسألهم مبتسمة قائلا منكم الذي بدأ أول خطوة التعارف؟ فيرد أنوس قائلا أنا أولا. ثم تسأل ميشا ما الشيء الذي أثار إعجابك في ولدي أنوس؟ ترد عليها قائلة
طيبة قلبه. فيرد عليه أنوس قائلا: أنت كيف عرفت أن قلبي طيب؟ تقول له: عندما استعدت لي الجواب الذي سقط مني بعد الانتهاء من العشاء. يخرج أنوس مع ميشا ليوصلها ويتمشان معا ويعتذر منها عن حماس والديها، وتقول لها ميشا إنها متعودة على ذلك. يعلق أنوس قائلا: يبدو أن أبوك أيضا يبدو متحمسا مثلهما. تجيب ميشا بأن هذا ليس والدها بل هو حارسها الشخصي. يسألها أنوس عن أبوها وأمها وتنظر إلى السماء وتقول له إنهما جنبها لكنهم مشغولين. تتحدث عن أختها الكبرى التي تزعجها. يسأل أنوس هل هم منسجمين مع بعض، وتقول له لا أعرف. يسأله ميشا إذا كان قلقا ويعترف بأنه قلقا قليلا. تشيد به ميشا قائلة: أنت قلبك طيب. فيضحك أنوس قائلا: هذه أول مرة يقول لي أحد هكذا. ترد ميشا: ماذا يقول لك إذا؟ يخبر بأن الناس دائما تقول له بأنه لا يقدم أي فائدة لعالمه وينادونه بالشيطان الشرير. يخبر أنوس أنه بعدما سيرجع للمنزل سيخبر أهله بأن ميشا ستكون حليفته. وفجأة يتم إنشاء سحر غريب وتظهر الساحة معركة، ويظهر واحد ويدخل إلى الساحة ويقول لهم أن المكان محيطا بالجنود. يعرف بنفسه باسم إمبراطور الشياطين ويدعى يورغ إندو. يشكر أنوس أنه أوخى الحذر من أخوه الصغير الزبس. وفجأة يظهر من وراء أخوه الزبس ويقول له: هنا في مدينة العوام يستطيعون هزيمة النبلاء والأغنياء لأنهم أقوياء. وفجأة يورغ يمسك زبس من رقبته ويقول له: اصمت كفاك ترتاح وتدعي القوة، أنت مجرد ضعيف. ويقول له: لا مكان للضعفاء بين النبلاء، ويقضي عليه بقوة الله. أنوس يقول له: لما فعلت هذا؟ فهو أخوك بالنهاية. فيرد عليه ويقول له: نحن أصحاب الدم النقي ورثنا النبل، ولا يجوز لأي أحد أهان واحد مننا ونسكت. فيرد عليه أنوس: ملك الشياطين هو شخص يستخدم قوته الشخصية حتى تسير الأمور تحت سيطرته، ذلك لا يهم نوع دمه. فيغضب منه يورغ وأردف قائلا: لحظة، أنت كيف تستخدم اقتباسات المؤسس؟ وبتة يغضب يورغ ويقول له: أنت لست شخصا محترما. ويفعل سحره ليقضي على أنوس، ولكن أنوس بسهولة يتمكن من السيطرة على سحره ويجعله ينفجر فيه وفي جنوده. يقول له أنوس: قوتك يجب أن تكون نابعة من داخل، والخوف من خصمك حتى لو كان قويا سيجعل سحرك ضعيفا. فيقف يورغ ويقول له: لن أقبل أن يهزمني أحد من العوام. ويستخدم تعويذة محرمة ليقضي عليها، لكن أنوس لا يخاف منه ويقول لها: هذا هو السحر الأساس. ويسحب السحر إلى داخل عيناه ويقول ليورغ: لقد أخذت منك السحر الذي استخدمته، وقد وردته منذ 2000 سنة، لأن السحر المؤسس لا يمكن أن يؤثر على المؤسس نفسه، يعني أن السحر لن يؤثر فيه. ويقول أنوس ليورغ: سأمنحك فرصة أخيرة بما أنك خاطرت بحياتك. ثم يستخدم السحر ويعيد زيبس، ولكن هذه المرة يعيده في هيئة زومبي. يحاول يورغ قتل زيبس مرة أخرى لكنه لا يستطيع، لأن الزومبي لديهم قوة تدميرية قوية. فيقول له أنوس: الآن زيبس أخوك لديه قوة أكبر منك، والحل الوحيد لكي لا يقتلك هو أن تعترف به. لكن يورغ يرفض الاعتراف به. يحاول يورغ اختلاق الحجر ليجعل أنوس ينقذه من زيبس. فيقول له أنوس: الحل الوحيد هو أن تتحنى عن المناصب وتقر بأخي. لكن زيبس يقتله دون أن يعترف به. وفجأة يستخدم أنوس السحر ويعيد الأمور إلى حالتها السابقة، ويقول لهم: العلاقات الأسرية دمرت خلال 2000 سنة الماضية، وأطلب منكم أن تعيدوا تقوية علاقتكم الأسرية، لأنني أريد هزيمتكم مرات عديدة في الفترة القادمة. فغضبوا عليه وسألوه: من أنت وكيف فعلت ذلك؟ فأدار لهم بظهره قائلا: يا أحفادي الأعزاء، المؤسس عاد مرة أخرى، أنا ملك الشياطين الثلاث أنوس فولتيكوت. في عصر الأساطير نرى أنوس جالسا على عرشه ويتحدث إلى كانون ويطلب منه أن يعلن السلام بينهما. ليرد عليه كانون قائلا: كيف تريد أن تصنع السلام معنا بعد كل الذين قتلتهم وأنت ملك الشياطين؟ يرد عليه أنوس قائلا: يا كانون، كم شيطان قتلت حتى الآن؟ ونعلم أن كانون من البشر وليس من الشياطين. ويقول له أنوس: البشر يعتقدون أن تحقيق السلام معنا لن يحدث إلا إذا قتلونا جميعا، وإذا تمكن البشر من القضاء على الشياطين سيبحثون عن عدو جديد ليحاربون، وفي النهاية إذ لم يجد البشر من يحاربون سيقتلون فيما بينهم حتى يقضون على بعضهم البعض. فيرد عليه كانون قائلا: البشر طيبون ومن المستحيل أن يفعلوا ذلك. فيجيبه أنوس: إذا كنت حقا بطلا حاول أن تثق بي ولو مرة واحدة ونتعاون معا. ويقول له أنوس: اقتراحي للسلام هو بناء سور بين عالم البشر وعالم الشياطين، وتثبيت بوابة لن تفتح إلا بعد 1000 سنة من الآن. يقول بأنه سيكرس حياته لتحويل قوته إلى الطاقة يستخدم قادة البشر، وستنشئ تعويض قوي لحماية الأنفاق. ينتهش كانون ويقول: هل تريد تضحية بحياتك من أجل معاهدة السلام؟ فيجيب أنوس: لن أختفي تماما، بل سأعود بعد 2000 سنة. ثم يقف أنوس من على عرشه ويسأل
يسأل كانون هل ستنفذ المعاهدة معي لننهي الحرب بيننا للأبد؟ فيوافق كانون ويقول هذه أول مرة أشكر فيها مالك الشياطين. فيرد عليه أنوس وأنا أول مرة أشكر بطلا. فيبدأ أنوس وكانون في دمج قوتهم معا لخلق التعويذة. أنوس يشكر كانون ويقول إذا عدت بعد 2000 سنة سأعتبرك حينها صديقي المقرب. وبعد 2000 سنة يولد أنوس مجددا ويبدأ في الكلام وهو لا يزال مولودا صغيرا. يخبر الجميع أنه أنوس، فيصاب والداه بالذهول والخوف. وفي مدرسة مالك الشياطين يجلس أنوس مع ميشا، فتخبره ميشا أن الأكاديمية تقبل جميع الذين ينتمون إلى سلالة ملك الشياطين، وكلهم يكونون مؤهلين يصبحوا ملوك الشياطين باستثناء أنوس الذي يعتبر غير مؤهل. وإلى هنا وصلنا لنهاية المقطع، شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في مقطع جديد.